السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني اعدادي عاملين ايه؟ انا معاك مستر احمد عبد الفتاح. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان متوقع على المنهج كله، يعني امتحان شامل المنهج كله. فركز معايا في كل مسألة في الامتحان ده، وان شاء الله يكون امتحان جميل جدا بالنسبة لك. تعال نبدأ كده ونشوف اول سؤال معانا. متنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، دي اهم حاجة. انزل اعمل لايك حالا الاول علشان تساعد ان الفيديو يوصل لكل زمايلك. أول سؤال طبعا بيكون اختر الإجابة الصحيحة. نقطة تقاطع مسطح المثلث تقسم كل منهما بنسبة كام إلى كام من جهة القاعدة؟ هو المفروض من جهة القاعدة 1:2، يعني الضلع الصغير نص الضلع الكبير، بس هنا إيه اللي 5 إلى كام؟ فأقول له هنا 5:10، لأن نسبة من جهة القاعدة بتكون 1 إلى كام؟ 1:2. يبقى ما تعودش نفسك وتربط دماغك اللي هي 1:2 بس، إلا لو كان سؤال أكمل. هنا بقى إلى 5 إلى كام؟ رقم 2، مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة بيساوي 360 درجة. يا مستر السؤال ده مش عندنا؟ أقول لك أيوه، ده سؤال تراكمي، لازم أجيب لك نقطة كده أو اتنين تراكم، فيكون 360 درجة. تمام، ده اسمه سؤال تراكمي مش في المنهج أصلا. تعال نشوف باقي الأسئلة ده بعد كده. نكمل الأسئلة ديت. ويقول لك الأطوال 6 و4 ونقط سنتي تصلح أن تكون أضلاع مثلث. المفروض يكون الضلعين الصغيرين أكبر من الضلع التالي، فأنا عندي هنا 6 و4. لو فرضنا ان احنا نختار العشرة دي، تمام، فيبقى 6 و4 10 تساوي العشرة دي، يبقى مش هينفع. طب لو فرضنا ان احنا اخترنا ال12، 6 و4 أصغر من الضلع التالت، برضه مش هينفع. طب لو فرضنا ان احنا اخترنا مكان ال12 ده ال5، فين الضلعين الصغيرين هنا؟ 6 ولا 4؟ لأ، ال4 وال5. ال4 وال5 كام؟ 9. التسعة أكبر من الستة، تنفع ده كده. طيب لو فرضنا احنا اخترنا الاتنين، هيبقى 4 و2 6 بتساوي الستة، ده مش هينفع. خلاص، يبقى احنا كده نختار ال5. نيجي بعد كده رقم 4، المثلث المتساوي الساقين الذي قياس إحدى زواياه 60. لو انت عندك مثلث كده اهوت متساوي الساقين، يعني ده زي ده، إحدى زواياه 60، يعني دي ب60، يبقى دي ب60، يبقى دي ب60. تمام كده، ده أصبح مثلث متساوي الأضلاع. مثلث المتساوي الأضلاع ليه كم محور تماثل؟ ليه 3 محاور. رقم 5 بيقول لك المثلث أ ب ج متساوي الساقين وقياس زاوية ب أ ب100. اهوت مثلا مثلث زي ده كده يا جماعة، هنا أ وهنا باء وهنا ج، وطبعا زاوية أ دي ب100، يعني زاوية منفرجة. يبقى قياس زاوية باء دي هتبقى ايه؟ قياس زاوية دي هتبقى ايه؟ فاحنا عشان نطلعها بنقول 180 ناقص 100 على الاتنين عشان متساوي الساقين. 180 ناقص 180، 80 على الاتنين يبقى 40، يبقى المفروض 40، يبقى ده 40 وده 40. تمام. وصلنا هنا للسؤال اللي بعده. بيقول لك في المثلث أ ب ج إذا كان أ ب 5 وأ ج 7 فإن. الأسئلة اللي زي دي كده يا ريت ترسمها كده، أ ب ج. بيقول لك إيه يا محترم بقى؟ أ ب ده ب5 وأ ج ده ب7. حلو. زاوية باء، عاوز أقارن بزاوية باء وزاوية ج. زاوية باء تقابل الضلع كام؟ تقابل الضلع 7. طب وزاوية ج تقابل الضلع كام؟ تقابل يعني قصاده كده ضلع 5. يبقى مين الكبير؟ ال7 ولا ال5؟ طبعا ال7، يبقى الباء هي الأكبر، يبقى نختار العلامة دي. خش على اللي بعده. بيقولك إذا كان أ ينتمي محور باء ج. باء ج يعني أنت عندك أدي باء ج أهي، قطعة مستقيمة، وألف كده، ألف بقى يقع على المحور بتاعها هنا كده بس، ألف. حلو. فإن ألف باء وألف ج، ألف باء ألف ج ماله؟ ألف باء هنا هيطابق ألف ج، ألف باء يطابق ألف ج. ألف ج لو قال لك طول ألف باء طول ألف ج، يبقى طول ألف باء بيساوي طول ألف ج. طيب نبدأ في اللي بعده. طول أي ضلع في مثلث إيه مجموع طولي الضلعين الآخرين بيكون أصغر يا جماعة، لأن المفروض مجموع الضلعين أكبر من الضلع التالت.
رقم 9 بيقول لك مثلث طول ضلعين فيه 5 و7، فإن محيطه ينتمي إيه؟ محيطه ينتمي إيه؟ بص معايا. أولا المثلث اللي هنا الضلع التالت بتاعه بينتمي الفترة دي. بص، هتطرحهم 7 - 5 2 وتجمعهم يبقى 12. جميل جميل خالص. يبقى عندك هنا يا باشا لو جمعنا دول 12، الضلع التالت بقى من 2 لحد 12، فهنزود ادي 5 و7 12 و2 14 مفتوحة طبعا. طيب و5 و7 12، 12 و12 24، يعني 14 و4 14 و24. دي الفترة اللي هينتمي ليها المحيط. بعد كده هنخش على أسئلة المقالية، والأول سؤال معانا هنا بيقول المثلث أ ب ج فيه زاوية أ 40 وزاوية ب 75، رتب أطوال أضلاع المثلث تنازليا. أنت تقدر ترسم مثلث لنفسك تحط عليه كده الزوايا علشان تشتغل. أهو مثلث أ ب ج، تمام ليك بس كده ترتب عليه. أ ب40 وباء ب75، زاوية ج بقى 75، زاوية ج زاوية ج هتبقى 180 ناقص 40 زائد 75، يبقى 180 ناقص 115 تطلع 65، يبقى دي كده ب65. طب نرتب بقى أضلاع المثلث تنازلية. أكبر ضلع يقابل أكبر زاوية، يعني أ ج ده أكبر ضلع أكبر من. بعد كده 65 أ ب أكبر من آخر حاجة باء ج. تمام تمام، ده أول سؤال في المقال. نخش بقى على السؤال التاني. بيقول لك في الشكل المقابل أ باء ج د ده متوازي أضلاع، فيه أ ج بيساوي باء ج ده بيساوي ده، وزاوية أ ج باء دي كده 30. طب نفهم كده إن المثلث ده مثلث متساوي الساقين. أيوه صح الكلام ده، مثلث متساوي الإيه الساقين. جميل جدا. طيب هو إيه بقى المطلوب؟ أوجد بالبرهان قياس زاوية د دي. فإحنا أول حاجة البرهان بتاعنا هو، ركز معايا واحدة واحدة. هل بما أن أ ج مش أ باء أ ج بيساوي باء ج، وقياس زاوية أ ج باء بيساوي 30، تمام بيساوي 30. إذا ده مثلث متساوي الساقين، إذا قياس زاوية باء بقى ديت هتساوي إيه؟ هتساوي 180 ناقص 30 على 2، يعني هنا على 2، يعني 150 كده. 180 ناقص 30 150، 150 على 2 75، يبقى دي ب75. طيب ماشي، هو بقى مش عايز الزاوية دي، مش عايز زاوية باء دي. هنقول هنا وبما أن أ باء ج د متوازي أضلاع، طالما متوازي أضلاع يبقى إذا قياس زاوية باء تساوي قياس زاوية إيه د، ودي هنسميها رقم 2. من 1 و2 بقى أهو، من 1 و2 أقول كده من 1 و2، تمام. إذا قياس زاوية د هتساوي 75 درجة، وده المطلوب في السؤال اللي قدامك ده. وصلنا لرقم 3، بتقول لك قياس زاوية أ بيساوي 65 وده ينتمي باء ج، وقياس زاوية أ ج د 130. اثبت أن المثلث أ باء ج متساوي الساقين. عاوزين نثبت المثلث ده كده متساوي الساقين. بص يا باشا، طالما فيها بقى إثبات يبقى احنا لازم نشتغل برهان صح. هنقول هنا البرهان بتاعنا هيبقى كالآتي. بما أن قياس زاوية أ ج د بتساوي 130 درجة، وهتعمل كده خارجة عن المثلث أ باء ج، دي زاوية خارج. حلو، فاصلة كده، وقياس زاوية أ هتساوي 65. تمام، ايه اللي انا هستفاده من الموضوع ده؟ هقول له هنا اذا قياس زاوية أ قياس هنا كده ثانية واحدة.
دي كده الأول هنسميها رقم واحد قبل ما نخش في خطوات تانية. دي هنسميها رقم واحد خلاص. اهو دي كده رقم واحد. طيب عرفنا اللي دي كده 130 ودي. طب نقول هنا وفاصلة كده، وبما أن ألف باء، احنا مسألنا هنا إذا قياس زاوية باء هتساوي كام يا جماعة؟ هتساوي الزاوية الخارجة اللي هي 130 ناقص الزاوية دي 65. 130 ناقص 65 تطلع 65. هو ده مثلث، مثلث دي زاوية خارجة. الزاوية الخارجة دي بتساوي الاتنين دول، دي ودي ما عدا المجاورة لها، فهتطلع دي 65. تمام. طالما دي 65 ودي 65 يبقى كده المثلث ده متساوي الايه؟ الساقين. هنسمي ديت رقم 2. هنقول هنا بقى من واحد واتنين، من واحد واتنين يعني من الخطوة الأولى ديت والخطوة التانية. إذا المثلث أ ب ج متساوي الساقين. وصلنا بعد كده يا جماعة للمسألة رقم 4 اللي بيقولك فيها الشكل المقابل مثلث أ ب ج قائم الزاوية في باء، وقياس زاوية ج دي 30، ودال منتصف أ ج في النص هنا كده، وأ ج اللي هو الوتر ده ب10. أوجد محيط المثلث أ ب د. بس طبعا عايزين بالخطوات يا جماعة وكل حاجة ازاي. طيب أول حاجة نبدأ بيها، هنقول هنا بما أن المثلث أ ب ج قائم الزاوية، دي أهم حاجة عندنا، قائم الزاوية في باء، وقياس زاوية ج بتساوي 30. طيب اللي احنا بناخد من المسألة اهوت، بص باخد المسألة هنا واحطها هنا. إذا طالما الزاوية دي 30 الضلع المقابل ليها بيساوي نص الوتر، إذا أ ب بيساوي نص أ ج. أ ب بيساوي نص أ ج يعني بيساوي هنا 5 سنتي. يبقى أنا عرفت إن ده 5 سنتي. تمام. فاصلة. وهنقول هنا وبما أن د المنتصف، باخد هنا من المسألة اهو د المنتصف حلو أ ج، د المنتصف أ ج اهو في النص هنا. د المنتصف أ ج ايه اللي انا هستفاد منها؟ هقول هنا اذا أ د بيساوي 10/2 يعني بيساوي 5 سنتي. يبقى ده كده 5 سنتي اللي هو أ د. فاضل لنا باء د ده، فنقول هنا برضو وبما ان باء د متوسط خارج من رأس القائمة، من رأس القائمة. إذا برضو باء د نص الوتر نص أ ج يعني هيساوي برضو 5 سنتي. بص أنا كنت ممكن أرقم دي خطوة رقم 1 والخطوة دي رقم 2 وكده الأفضل على فكرة، والخطوة دي رقم كام؟ 3، وأجي أجمع بقى أطلع المحيط بتاعي. هقول هنا من واحد واتنين وتلاتة. إذا محيط المثلث أ ب د بيساوي 5 زائد 5 بيساوي 15 سنتي، عشان ده محيط 15 سنتي بس. ده كده 5 كمان بقى 5 و5 و5، يبقى المحيط هيساوي 15 سنتي. وصلنا يا جماعة لرقم 5 اللي بتقول في الشكل المقابل مثلث أ ب ج اللي انت شايفه ده كده فيه أ ب بيساوي أ ج، يعني ده مثلث متساوي لإيه؟ بيساوي الساقين، وأ د بيساوي باء ج. تمام؟ تمام. طيب هنا أ د عمودي يا جماعة، أ د ده عمودي عشان تبقى عارف الحين النقطة دي اهو، ده عمودي على، ماشي عمودي عليه يعني الزاوية دي كام برضو 90، وباقي ج ده ب10، وقياس زاوية باء أ د دي ب30. أوجد طول كل من أول حاجة أ ب ده يبقى بكام؟ ده رقم 1. طيب رقم 2 هو أ ب ده احنا لو هنا بصينا كده ده عمودي فده يبقى 5 وده يبقى 5 في المثلث ده كده. تمام. فهنقول هنا بما أن أ ب عمودي على باء ج، إذا كده إذا باء د هيساوي 5 سنتي. طيب وعندك وقياس زاوية باء أ د ديت بتساوي 30. طيب يبقى هنا أ باء ده وتر، أ باء وتر في المثلث أ باء د، يبقى إذا هيساوي كام الوتر ده؟ ده 5، يبقى الوتر ده هيكون بكام؟ ب10، يبقى هيساوي 10. ده أول مطلوب اللي هو أ باء. طيب المطلوب التاني أ د ده، طب أنت عندك ده ب5 حلو وده بكام؟ ب10. طيب فاضل لنا أ د ده نعرف نجيبه؟ ممكن نجيبه من نظرية فيثاغورس.
هنقول من نظرية فيثاغورس. تمام. في المثلث ألف دال باء، ألف دال هيساوي جذر اهوت 10 تربيع ناقص 5 تربيع. وهتجيب الآلة بتاعتك وتقول لي كده، تعمل جذر وتقول 10 تربيع ناقص 5 تربيع وتعمل يساوي، هيطلع 5 جذر 3. يبقى الناتج هنا هيكون 5 جذر 3. قلنا المسألة رقم 6 اللي بتقولك هنا في شكل مقابل ألف باء بيساوي يا جماعة ألف جيم. ألف باء بيساوي ألف جيم، يعني ده مثلث متساوي الساقين، يعني معنى ذلك إن الزاوية دي كلها بتساوي الزاوية دي كلها. حلو. وبعد كده قالك باء دال ينصف زاوية باء، يعني دي زي دي، وزاوية وجيم دال ينصف زاوية جيم، يعني ديت زي دي. اثبت أن المثلث ده كده مثلث متساوي الساقين. المثلث اللي قدامك ده عاوزين نثبت له مثلث متساوي الساقين. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ أول حاجة نبدأ بقى البرهان بتاعنا. هنقول ادي البرهان اهوت، بيقول بما أن ألف باء بيساوي ألف جيم. يا مستر أنت بتبدأ منين في البرهان؟ البرهان بتاعك ده أنت بتبدأ منين؟ بتعرف ازاي؟ باخد من هنا يا جماعة، من هنا كده، ألف باء بيساوي ألف جيم، إذا قياس زاوية باء كلها بتساوي قياس زاوية ايه؟ جيم. وده أنا هسميه رقم 1 فاصلة. وناخد حاجة تانية، بما أن باء دال اهوت ينصف زاوية باء، وجيم دال ينصف زاوية جيم. حلو. طيب يبقى انت عندك الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، والزاوية دي بتساوي الزاوية دي. جميل جدا. ايه رأيك بقى نطرح دي كلها، نطرح منها دي، تمام، ودي كلها نطرح منها دي. طيب يعني نقول هنا عندك الزاوية الكبيرة خالص دي هنسميها رقم 2 اهو. هنقول بقى هنا بطرح، اهم حاجة بطرح دي، قياس زاوية باء ناقص قياس زاوية ألف باء دال هيكون بيساوي طرح برضو قياس زاوية جيم ناقص قياس زاوية ألف جيم دال. إذا إيه اللي أنت هتستنتجه من الموضوع ده؟ هنقول بقى هنا إذا إيه بعد ما طرحنا الزاوية دي كلها، طرحنا منها دي، والزاوية دي كلها طرحنا منها دي. إذا قياس زاوية دال باء جيم يساوي قياس زاوية دال جيم باء. تمام. إذا المثلث دال باء جيم متساوي الساقين. وصلنا لآخر مسألة في الامتحان اللي بتقول هنا في الشكل المقابل قياس زاوية ألف 30 وألف باء يساوي ألف جيم، والمثلث ده كده مثلث متساوي الأضلاع. يعني ايه يا شباب مساوي الأضلاع؟ يعني الزاوية دي ب60 والزاوية دي ب60، كل زاوية ب60 يعني ب60. طيب المثلث ده متساوي الساقين، يعني الزاوية ديت اهي ديت قد الزاوية دي. طب احنا عايزين ايه بقى يا مستر؟ احنا عاوزين زاوية ألف باء دال، ألف باء دال، يعني الزاوية الكبيرة دي كده تطلع كلها بكام؟ دي ب60، لازم نعرف دي بكام. طب تعال بقى نحل واحدة واحدة كده البرهان بتاعنا. هنقسمه حاجتين. هنقول هنا بما أن المثلث، أول حاجة بما أن ألف باء يساوي ألف جيم، احنا بناخد من المسألة هنا يا جماعة، وزاوية ألف بتساوي 30. حلو. إذا إيه؟ الضلع ده بيساوي الضلع ده، وده كده ب30، يبقى المثلث ده مستقيم. يبقى المثلث ألف باء جيم متساوي الساقين. طيب طالما متساوي الساقين يبقى إذا قياس زاوية ألف باء جيم اللي هي دي النقطة دي والنقطة دي، ألف باء جيم بتساوي قياس زاوية ألف جيم باء، كل واحدة فيهم بتساوي 180 ناقص 30 على الاتنين، 150 على الاتنين 75، ونسمي الخطوة دي رقم 1. يبقى دي ب75 ودي ب75، دي يا شباب 75. حلو. بعد كده فاصلة، نخش على الخطوة التانية. بما أن المثلث باء جيم دال
باء دال جيم متساوي الأضلاع، إذن قياس زاوية دال تساوي قياس زاوية دال باء جيم تساوي قياس زاوية دال جيم باء، كل واحدة منهم هتساوي 60، وده هنسميها رقم 2. دي ب60 ودي ب75. احنا بقى نجمع، هنقول هنا من 1 و2، إذن قياس زاوية أ باء د هتساوي 60 زائد 75، حط 5، 0 و5 على 5، 135. 135، وده المطلوب إثباته في السؤال ده.